السلام عليكم على احلى مشاهدين. معكم اسماء. هنعمل بقى النهارده مع بعض حلة كده محشي حلوة قوي 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 في الجو البرد ده، وكمان جميلة قوي في الفطار في رمضان. اول حاجة هنا معايا كرومبة، ببدأ اشيل اللي هو الورق اللي لونه غامق ده اللي من فوق، واجيب سكينة وهشيل الحتة اللي في النص زي ما انتم شايفين كده بالسكينة، حاول ندين كده كده خلاص بقت مظبوطة معايا. طبعا كرومبة كبيرة شوية، فانا هبدا ان انا هخف حجمها شويه. هشيل منها كام ورقه كده زي ما تشوفوا، باجي من تحت وابدا اشيل الورق معايا زي ما انتم شايفين كده اهو. هشيل كام ورقه كده اهو. انا باجي من تحت عشان خاطر اشوف الورق مظبوط معايا، الورقه اللي هي هتتشال كده. بعد ما شلت كده كام ورقه حجمها صغر معايا زي ما انتم شايفين كده. معايا بقى هنا ميه على النار بتغلي، يعني بدأ يعني داخله سخنت كده معايا. هبدأ انزل عليها بمعلقه من الملح، حابه تحط شويه كمون بتحطي. معايا بقى هنا الورق اللي انا طلعته في الاول، بنزل اول حاجه كده من البوز من هنا وهنزله في الميه السخنه، بسيبه دقيقه او دقيقتين وببدأ ان انا اطلعه. اول ما تلاقيه كده خلاص دبل معاكي في الميه، بتبدأ تطلعيه على طول، ما بتحطوش فتره طويله عشان ما يتهريش منك. هو الكرنب ما بياخدش اكتر من دقيقه او دقيقتين على النار. بس هبدأ بقى ان انا هطلع بقى الورق كله، وهنزل بباقي الكرنبة سليمة زي ما هي كده. طبعا هحطها بقى على النص ده كده الاول، وهسيبها لمدة دقيقتين، وبعدين هقلبها زي ما انتوا شايفين كده معايا اهو. بقلبها كده بالراحة خالص عشان خاطر المية ما تنزلش معايا على البوتاجاز. فهبدأ بقى ان انا هضغط عليها كده عشان المية تخش جواها من النص كده، وهسيبها برضو لمدة دقيقة. انا سبتها لمدة دقيقة وبعد كده هبدأ اطلع. بس طبعا عشان انا مسرعة الفيديو فهو بيظهر معاكم ان انا بطلع على طول، لا انا ببقى سايباها لمدة دقيقة. طبعا بعد ما اطلع اربع ورقات من كل جنب ورقة، هطلع من كل جنب من كل جنب كده، يمين وشمال وفوق وتحت كده، هطلع من كل جنب ورقة. هسيبها لمدة دقيقة تاني وهبدأ اطلع 4 ورقات تاني. هطلع بقى 4 ورقات تاني، وبعد كده هسيبها من كل جنب طبعا، وبعد كده هسيبها دقيقة تاني واطلع ال4 ورقات التانيين. تمام، بس لحد لما اخلص الكرومبة كلها. معايا بقى هنا بصلة كبيرة كده، تكون حجمها كبير مليانة، او بصلتين متوسطين. هقشرها هضربها في الكب. طبعا البصل اليومين دول كتير جدا يا جماعة، ممكن نجيب شوية حلوين ونخزنهم. طالع البصل الجديد ده، البصل الجديد اللي هو طالع، بتجيبيه وتحطيه عندك في بلكونة، او يعني تفرشيه يعني ينشف، وبعد كده بتشيلي حلو قوي. فهو البصل دلوقتي حلو قوي ورخيص قوي. معايا بقى هنا صينية حطيت فيها شوية من الزيت، وهنزل بالبصلة بعد ما فرمتها في الكب. بعد ما البصله بقى تاخد معايا اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، هنزل بيه الصلصه. طبعا ممكن ننزل بعصير طماطم، تنزلي بعصير طماطم وتسيبيه لحد لما يتسبك. طبعا انا كان عندي كيس صلصه في الفريزر، فقلت هستخدمه حاجه سريعه وهتنجز معايا. طبعا انا حطيت الكيس كان متلج طبعا، فسيبته سيبته كده هديت عليه النار وسيبته عشان يفك معايا. نيجي هنا بقى انا بقطع الورق. قلت طبعا عقبال التلجية ما تفك شويه، اللي هو الصلصه تفك شويه، نقطع الورق مع بعض. بصوا انا بقطع الورق زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا لو انت مش متحكمه تقطعيه على ايدك، ممكن تقطعيه على تقطعيه على اي بلانش او اي صينيه. انا بوريكي بس ممكن تقطعيه ازاي، بس انا طبعا متعوده ان انا بقطعه على ايدي. بشيل البوز، الحته اللي من فوق دي بتخلص منها، وابدا ان انا اشيله كده. طبعا وانا بلف لو في اي حته تخينه في الورق جت معايا عادي بشيلها، يعني بقطعها بايديا كده، وباخد اخر حته دي خلاص ما بستخدمهاش اهو. طبعا انت حابه ان انت تفردي الورق وتحطيه فوق بعض. زمان انا كنت بعمل الحركه دي، ان انا بتاخدي الورقه على قد 4 صوابع ايديكي، على قد كفه ايدك كده، ال4 صوابع كده، الطول المظبوط معايا. تمام. طبعا
ممكن تعملي كده الورق كله، بس انا ما بعملش كده، انا بوريكي بس الطريقه ان انت ازاي تقطعي الورق المقاسات بتاعته على قد صوابع الاربع صوابع بتاع ايديكي كده، او ازيد منهم حاجه بسيطه. تمام. طبعا بعد ما اخدت بقى كميه شويه حلوين كده من الصلصه، هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. نزلت بمعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكزبره والكمون، وحطيت يعني ربع معلقه صغيره من الشطه، ما كترتش، وحطيت كمان نص معلقه صغيره فلفل اسود، وحطيت السبع بهارات، حطيت برضو منها نص معلقه صغيره، بتدي ريحه حلوه قوي قوي للمحشي وطعم مختلف للمحشي. ممكن نستغنى عن السبع بهارات وتستغني بس وتكتفي بس بالكزبره والكمون والفلفل الاسود. حابه تحطي شطه بتحطي. تمام. هبدأ بقى ان انا هقطع الخضار معايا. انا معايا هنا ربطة شبت وربطة بقدونس، ده الخضار بتاع المحشي. ربطة شبت وبقدونس بغسلهم كويس قوي واصفيهم، وبعد كده بقطعهم زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بيهم على، طبعا الصلصه مش محتاجه تتسبك معايا، لو انت عامله عصير طماطم سيبيه لما يتسبك ويوصل للمرحله دي. طبعا انا مستخدمه صلصه، فهنزل على طول بيه. اول ما الصلصه سخنت معايا كويس، نزلت بالخضره، وبعد كده هنزل بقى بثلاث كوبايات من الرز. الثلاث كوبايات من الرز دول بالظبط حشولي الكرنبه، يعني بالظبط كفوها بالظبط. تمام. هقلبهم بقى وخلاص كده بقت جاهزه معايا. طفيت طبعا النار على الرز، وهبدا ان انا هحشي معايا. هوريكم بقى انا بحشي ازاي على ايديا. طبعا في ناس بتحب تحشي على ترابيزه او على صينيه، دي حاجه ما فيش اي مشكله منها. طبعا انا متعوده ان انا احشي على ايه، على ايديا. انا هوريكم انا بحشيها برضو ازاي، زي ما وريتكم الورق بقطعه ازاي. طبعا دي الناس اللي هي اول مره، في ناس متعوده على الكرم، الناس اللي هي اول مره تعمله. بحط اول حاجه كده شويه، انا بعمل لكم بالراحه، حطيت شويه رز وبلف الصباع 3 مرات، مره اتنين تلات اهو. حطيت شويه الرز، هقفل عليه، دي اول مره. طبعا بحط شويه في النص، بوريكم ما نحطش من على الجناب. دي تاني مره، ودي تالت مره. لو باقي حته صغيره خديها، ما لو باقي حته طويله قطعيها. تمام. هحشي معاكم برضو حته تاني وهوريكم. بتلفي الصباع، طبعا انت بتتحكمي فيه في ايدك، وتبقي شاده الورقه معاكي كده وانتي بتلفيها عشان تطلع مظبوطه ومتماسكه. حطيت شويه رز كده في النص. تمام. ما بحطش من على الجناب عشان ما يطلعش معايا لما يجي يستوي. ادي مره اتنين، ادي تلاته. هقطع الورقه. خلاص كده الصباع بقى جاهز معايا. لفيت مره اتنين تلاته، كده خلاص بقى الصباع معاكي. تضغطي عليه ضغطه بسيطه بس قبل ما تحطيه عشان ما ما يفكش معانا. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته. باقي طبعا خلاص حته صغيره. طب الحته الصغيره اللي اتبقت دي عادي بوصلها مع الحته الجديده اهي، بحطها كده واوصلها في بدايه الحته الجديده، وهقفل بقى مره اتنين تلاته واجي قطع. تمام اهي. لو في اي زوايد رز طلعت معايا من على الجنبين بشيلها طبعا. هو الرز كده كده بيستوي، ما يستوي معايا بيزيد معايا في الورقه. طبعا هنا بقى بعد ما خلصت كل الكميه، هنزل بقى بالشوربه تكون سخنه معايا بتغلي، لازم الشوربه تكون بتغلي، وانزل بيها على المحشي. وانا بسيبه اول 5 دقايق على نار عاليه، بعد كده بهدي بقى عليه النار واسيبه يستوي. بياخد بتاع حوالي نص ساعه تلت ساعه على حسب زي سوى الرز بالظبط. بس وهنا بقى بعد ما استوى معايا وعرفته معاكم، واشوفكم بقى في فيديو جديد. والسلام.